وصف محمود قندوز أسطورة كرة القدم الجزائرية في تصريحات خاصة لموقع وين القطري مدرب منتخب الجزائر السابق جمال بالماضي أنه مدرب شعبوي وقيم مشوره على رأس الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بالسلبي. ويعتبر قندوز واحدا من أساطير كرة القدم الجزائرية، وشارك مع منتخب الجزائر في العديد من البطولات الكبيرة، أبرزها مسابقة كأس العالم في نسختي 1982 وأيضا مونديال 1986. ووصف قندوز المدرب جمال بالماضي المسؤول السابق عن الجهاز الفني لمنتخب لمحاربي الصحراء بأنه مدرب شعبوي، وذلك بقوله: جمال بالماضي مدرب شعبوي، واشترى الشعب، ولم يعرف كيف يتعامل مع المكانة التي حصل عليها في المنتخب الجزائري وبين الجزائريين. وتابع قندوز قائلا: بالماضي لم يحسن استغلال القيمة التي وصل إليها في منتخب الجزائر، ولم يكن لديه مستشارون جيدون، ولم يحسن التحكم في عواطفه، لأنه لم يدرب من قبل في الجزائر نوادي كبيرة. المدرب بالماضي جاء للسيطرة على الشباب، لقد كانت هذه هي مهمته داخل المنتخب الجزائري. وواصل قندوز انتقاد سلوك جمال بالماضي عندما كان مدربا لمنتخب الجزائر. كان هناك تقديس من طرف البعض للمدرب بالماضي، وأصبح يتدخل في أمور لا تعنيه. أنا لم يسبق لي أن رأيت مدربا يذهب إلى الملعب للتحدث مع مدير الملعب. وأكمل حديثه: جمال بالماضي لم يسبق له أن قام بتحليل تقني للمباريات، لقد كان يركز دائما على انتقاد الصحفيين. بالماضي كان يفكر في البقاء بمنصبه لمدة 10 سنوات، والشارع كان معه، والمسؤولون لم يستطيعوا فسخ عقده، لأن الشارع كان معه. ووصف قائد منتخب الجزائر السابق قندوز مشوار المدرب جمال بالماضي مع المنتخب بالسلبي قائلا: مشوار بالماضي سلبي، لقد كان يبحث فقط عن سلسلة لا هزيمة، وهذا خطأ، لأنه من المفترض أن يسعى لتحقيق الأهداف والتأهل إلى كأس العالم، والعقد الذي كان يربطه بالاتحاد الجزائري أصلا لم يكن يضم هذه الأهداف. وقال عن دور المدرب جمال بالماضي في تتويج منتخب محاربي الصحراء بكأس أفريقيا 2019، قال قندوز: من عادتي أن لا أطلق النار على سيارة الإسعاف، لقد كنت أنتقد بالماضي خلال كأس أفريقيا، وأقول إن منتخب الجزائر لا يملك استراتيجية لعب. وأرجع قندوز الفضل في فوز منتخب الجزائر بكأس أفريقيا 2019 إلى اللاعبين قائلا: جمال بالماضي جلبه 5 لاعبين إلى منتخب الجزائر، وفي مقدمتهم رياض محرز. بالماضي عندما جاء إلى المنتخب وجده يحقق نتائج غير جيدة، ومن المعروف بأن المنتخبات أو النوادي التي تمر بأزمة نتائج عندما يتم تغيير المدرب فإنها تحقق ردة فعل إيجابية، وهذا ما حدث مع الجزائر عند مجيء المدرب جمال بالماضي. وتابع حديثه: هناك 5 لاعبين ذهبوا إلى رئيس الاتحاد السابق خير الدين زوتشي، وطلبوا منه جلب المدرب جمال بالماضي، وقالوا له: نحن نريد مدربا مثل بالماضي، والتتويج بلقب كأس أفريقيا سيكون مضمونا بعدها من طرفنا. وبشأن التعاقد مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب الجزائر حتى 2026، قال قندوز في تصريحاته أن الاتحاد الجزائري كان مجبرا على التعاقد مع مدرب جديد، واختياره وقع على المدرب بيتكوفيتش. وأضاف كلامه: المدرب بيتكوفيتش جاء ليأخذ تقاعدا مدته 2 عام في الجزائر، وبعد رحيله ما هو الأثر الذي سيتركه في كرة القدم الجزائرية؟ الأزمة في الكرة الجزائرية أعمق من المدرب بيتكوفيتش أو المدرب جمال بالماضي أو المنتخب واللاعبين. وشدد قندوز في تصريحاته على ضرورة أن ينجح المدرب بيتكوفيتش في إيصال منتخب الجزائر إلى دور الربع النهائي من كأس العالم، وصرح بالقول: المدرب الجديد مطلوب منه الوصول مع منتخب الجزائر إلى دور الربع النهائي كأس العالم 2026، لأن النسخة القادمة سيتأهل فيها 10 منتخبات من قارة أفريقيا. وتابع قائلا: إذا كان المدرب بيتكوفيتش سيكتفي بالتأهل مع منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026، فهذا الأمر لا يعتبر إنجازا،
والإنجاز سيكون بالتأهل إلى الربع النهائي من المونديال القادم على الأقل. يجب على الاتحاد الجزائري أن يرفع سقف الطموحات ويطالب بيتكوفيتس بالوصول إلى دور الربع النهائي. يشار إلى أن قندوز، وبالإضافة إلى مشواره الكبير مع منتخب الجزائر كلاعب، سبق له تدريب عدة نوادي داخل الجزائر مثل نصر حسين داي، وداد تلمسان، واتحاد بسكرة، وخارج الجزائر أشرف على نوادي مثل مارتيغ الفرنسي، والنجم اللبناني.